كانت حتحور واحدة من أهم المعبودات في مصر القديمة، وعُبدت على نطاق واسع، إذ أنها كانت ربة السماء والرقص والموسيقى والأمومة. كان مركز عبادتها هو مدينة دندرة، ويعتبر معبدها من أفضل المعابد حفظًا في مصر القديمة، وتعتبر واجهة المعبد من أروع واجهات المعابد المصرية القديمة، حيث يتصدر الواجهة 6 أعمدة متوجة برؤوس حتحور. يعود معبد حتحور الرئيسي الموجود حاليا إلى الفترة البطلمية، إلى أنه هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن الملك بيبي الأول من الأسرة السادسة قد استخدم هذا الموقع. ويتميز هذا المعبد بالمناظر الفلكية المصورة على الأسقف. استمرت عملية بناء المعبد الجديد نحو 200 سنة، ويتميز بفن معماري فريد وغني باللوحات والنقوش، كما توجد على جدرانه مخطوطات هيروغليفية. وتغطي الجدران والأعمدة تماثيل محفورة بالغة الدقة والجمال، وتبين النقوشات الموجودة على الجدران الداخلية للمعبد القياصرة الرومان أغسطس وتبريوس ونيرون يقدمون القرابين إلى الآلهة على النحو الذي كان يتبعه قدماء المصريين.